والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الدعاة الصادقين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين المكملين الذين ما زالوا لآلاء كلمة الله غازين ومجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه في كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. صدق الله العظيم. خدای تعالی قرآن دا سورة طلاق دا آیت 4 و 5 دا وها بحثا حکم پیرک گوتین بردان کاوی چخاسی بسکنن و هی پیرا کارن هرمیر بکن و یا خود پیرک گوزلام و ملیا و چخاسی عده بکشنن. خدای تعالی بحثاوان احکامی هات کی لولائي أو بيرك يئسن من المحيض وبهيوي بونج حيزا من نسائكم مش بيرك و يعني مقصد باختيار نياشتينا مش حيزا نابينين إن ارتبتم أجركو أحالي والسروى شبه لي بمشكل بعدتهن الظلام إن ارتبتم للسروى شمال السروان السروى نقول سروان تمام عليكم يعني إن ارتبتم أجركم مثلا حالي والسروى شبه لي فعدتهن عديوان بيرك 3 أشهر سيمهن واللائي لم يحضن وأو بيرك جو حيزا نابين يعني ناكبنا حيزادا وأولات يعني يجو زاروكن وأولات الأحمال بيرك جو مسألتين بردان بحمليا أجلهن أن يضعن حملهن وزمان واناكيجي أو هتا حملي خدين عديوان أو سيدا ولا إن لم يحيثنا تشو معنى كده يقول مثلا كيجان إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحيثنا يقول لك ابن حيزادة يجبوكو بتشوشكن أمت إيه وأولاد ملي إيه وأولاد بس عجلنا لك أو شواية كيجان واللائي لم يحيثنا لم يحدنا ايغو مثلا هي زاروكن تمام يعني اوجي بنيه ازونا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن نجي اوجي فعدتهن 3 أشهر وعيني يعني الويدا نقول يا اوجي ما سبقته فعمه كان يعني اوج بوغو مثلا نقول او زبحسا زاروكا ويقيسكي هي زاروكن هناك ابن حيدادا اجبوغو بري ذكر هاتيه كرن مثلا دلالتي سلويناك تي بحثوانا كريم وأولاة الأحمال أفيدكو مثلا بحملنا وتينا بردان أجلهن أن يضعن حملهن عدي واناكي زماني واناكي حتى حملي خوادين ومن يتق الله كي قوش خدي بترسي دقونيا بعدادا يجعل له من أمره يسرا ويخدي تعالى بقرين حالي ويزلامي راج أمري وينا فراهيه يعني أجر جو نفقة بدي جبلي ببي طنقائي زحمتيجي ويخدي تعالى سري بخي فراهي ذلك أمر الله أبا أمري خدا أنزله إليكم خدي تعالى جور الشيان دي بالوبا ومن يتق الله كيغو تقواتي خدي بكي أمري خدي بجيبيني يكفر عنه سيئاته ويخدي تعالى قنهي بناكيجي عفو بكي ويعظم له أجرا ويخدي تعالى مكافاة ويجي خيرا ويجي مظن بكي. إذا إمام زمخشري خداية تعالى جرازي بيت تفسيرها كشاف دا تفسيرها بآياتها دا وهذا بيجي دبي روية أن ناسا سبب نزولها بآياتي دبي هاتية روايات كن بهن كنسان قالوا قوتن قد عرفنا عدة زوات الأقراء أفي لك قو حيزات بينين مناسكر الديوان شيا فما عدة لا يحدنا بجع الديوان بيدك جو حيزان نابين ايواي شوابي فنزلت خدي تعالى اب آياتها نازل كليا إذا فمانا إن ارتبتم يعني إن أشكل عليكم حكمهن
اگر جو حكم وال السروا الشبهه لي شيء مشكل شيء بالنبلي شيء ببي وجهلتم ومثلا والنزان بن كيف يعتدون ويتشاوى عذاب بكشينن فهذا حكمهن الحكم يعني حكم وان في لكايا وقيل قلت ان ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس بحثا خوينا وابي لك ومثلا بهيبي بونج حيزا يعني خوينا وان حيزا هود بينن وقد قدروه تقديرا وابي لك اختيار بهيبي بونج حيزا مثلا ب60 سنة ويعني الشيء الصالة وب55 يا بينجو بين صالة نويا عملي بيبضا انديج حيدات منها يعني إن ارتبتم يعني شنو السروة مشكل شيء بين نبكف الشيء بي يعني أهو دم حيد أو استحادة قالوا أو خوينا حيزية يا استحادية إذا خذت على أبايتها نازل كل حكم وان بيدك جمرة بليكر وشي وفعدتهن 3 أشهر عدي وان بيدك سيمهن وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها بأجل أباها الديوان بيدك يقول يا نكفشن يقول مثلا يعني حيزة يا استحاضة فغير المرتاب بها أبي يقول نمشكل يعني وكوباي يقول شنو بحملنا يا بتشوجكن أولى بذلك حكم وادها بيشترى بوسي مهبل واللائي لم يحدنا وأبي يقول ناكبنا حيزاده هي حيز نديتنا بوشي بهن الصغائر أو كيزكي يقول هي بتشوجكن هي حيز نديتنا والمعنى معنى آيته هنجي فعدتهن 3 أشهر إيوان جي ديوان سيمهن إذا فحذف مثلا الصغائر شوية حصفين بحسابناك للدلالة المذكور عليه أباقو خدي تعالى بحسابي مثلا ناك بحين بحسابي كديا قلت يسيمها إذا أبجي دلالتي سلويتك يعني أظن عفوا هذه من الآية تقول ما هو اللائي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن أوجي فعدته 3 أشهر شيء بريء أنفع منكنا يعني جبوه آيات بيشي مثلا دلالة التربيجتك أين اللفظ مطلق في ولاة الأحمال يعني اللفظ جنلا شامل يصير إيه بيدك بحملجتي إذا وعدي جبوه اللفظ مطلقة فاشتمل على المطلقات أو بيدك قوتين بردانجي شامل سروانتي والمتوفى عنهن وأو بيدك قوزلامي ومريجي شامل سرواي سيدة عفوا نزل يعني سيدة بردانجي ويف بلد يعني أولاة الأحمال أبي بحملة أباني بحملة شميري وان مرنا وبحملنا وتشجي هاتنا برداني وبحملنا فرقتنا قالوا ما تبي واللفظ مطلق في أولاة أو لفظ أولاة الأحمال أو مطلقة فاشتمل على المطلقات والمتوفي عنهن شامي سبب هذه اشتياق يعني شميري وان تمام كلمك وكان ابن مسعود وأبي وأبو هريرة وغيرهم لا يفرقون مثلا ابن مسعود وأبي وأبو هريرة وغير بانجي فرقين ناخنا نقبنا وبيدك جوهاتية بردان ياجو بإسلامي وفات كريم أكو صادق بحملة بس بحملة بس بحملة فرق مين شو برداي بي إسلامي مربي ترى كلمة كرجامكم ضايتي كلمة ده والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. من أبيك زلامي واندبين بلا شرمه وداروج. بدي وولاة الأحمال جد بحمل الديوان أشياء أن يضعنا حملا. شمي دفردا يعني كا أشارت واجوان مريا وبحملنا بدام متي حملة بسكنه ويا شرمه وداروجا بسكن. أما سلسل ديايا. بيصير حملة بسكن. أو آية إيش بيجي سيدا آية تكتب بيه بعثة ويجيبك. دبي كتاب دبي في حذف الدلالة المذكورة عليه. اللفظ مطلق في ولاة الأحمال. شزلامي ومربى شزلامي وان صحبة ما برا يعني شزلامي ومربى وشيء زلامي وان صعبة وان بردا يعني برداي. فيشتمل على المطلقات والمتوفى عنهن
ظلمهم. فكان ابن مسعود وابو هريره وغيرهم لا يفرقون تفريق نغنك يعني شو ظلام مربى مطلقه به ادي بخذا يعني حمله خدينا ميري خدك بله او صبر يعني ده هذا بيكنا هذا يعني او يعني ادى ابي او بحمله شو ظلامي مربى وتجي او كوي يعني تجي مطلقه به ادي حمله بله جاء وعن علي هناك قلت يا سيدة ابعد الاجلين متوفى عنها وزوجها يعني شارمه وداروجا مدى حملي كي جا دريج به او قبسك يعني ايوه انا بعد اسوي بك بعد كلام كسي وعن علي بن ابن عباس عدة الحامية المتوفى عنها أبعد الأجلين. وعلي بن أبي طالب ابن عباس قلتنا عدي في ركب حملة المتوفى عنها إيجو ميري ونا وفاة كبيرة أبعد الأجلين. يعني إن زمان دريج كيجان دور كيجان وأو كيجان. يعني شارمه وداروجا وجمدي حملي. بلى. وعن عبد الله من شاء لعنته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في البقرة. مثلا عبد الله قلت من شاء لعنته يعني مثلا أيقو بدي بويا أن سورة النساء وسورة النساء القصرى يعني سورة أيقو كنت بيقونية ده نزلت بعد التي في البقرة. فيش سورة البقرة. كلمة جابكم سيدة يا فرد. أن سورة القصرى يعني سورة الطلاقية أبي دبعثة بيلك سورة النساء دبعثة بيلك هذايا وأب سورة أنيكا دبعثة بيلك هذايا أبي أنيكا دبيتشي أبي بيك حملة وانقطيع بيلك كارم وجاء أبي بخارير بيجا فارمه داروش أجد بيجا عبد الله بيجا من شاء لعنته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في البقرة يعني دماغ حملة وقضية ميري خد كشار مودار وجا نفسك. عفوا. كيف ناخذ لعنة المبربين؟ أو عبد الله بن عباس يعني تبي أم لعنة الأبين يعني الجيران ميدان دخولنا منك برا لعنة آنينا. يعني بدي عدي حامي ميري بمرشي بحملة با ومطلقة بيجي بحملة با أدوي شار مودار ونينا وقت حملة هذه الدور وحملة خداني هذا ميري خوشي كارم. بلى. يعني أن هذا اللفظ مطلق في الحوامل. يعني مقصد بأغلبها مطلق شامل سركيتي سرك إليكي بحملتها وبحملة به ومثلا حملة خداني خلاص. شميري بمرد شوي بردن. شو برداي بي وشو إسلامية مربي. تمام. وروت أم سلمة رواية كده أن سبيعة الأسلمية يعني أبيركها ولدت بعد وفاة زوجها بليال يعني كان شبه فيش مرنا زلام إخوة دوغم كر ولدي إذا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم شو بحثا فكر قباز لامين من وفاة كريا وكان شفتشيبون بام محملين إخوة دانية فقال لها في خنبري صلى الله عليه وسلم جبين سبيعة رقود وقد حللت فانكحي يعني تحلال بويت كاريش فرهرم مير بكي يجعل له من امره يسرا بياخذ تعالى بقر النجبيز لا حديث پیغمبر داشت عليه الصلاة والسلام ومذهب الشافعي جوايا او جنكا حمله ميري مربي مطلع خبا وضع حمله تديبت قديمه اسبوع ميري قطوه يعني الشبكه يجي بتشتي بيديسا عديت قديم يجعل له من امره يسرا يعني ييسر له من امره ويأخذ تعالى رحتك امري بنا عيشي يعني مثلا دانا نفقه ويحلل من عقده بسبب التقوى ويأخذ تعالى بكي ويجريك فقيريه بسبب تقواتي وقت تقواتي أخذ بكي ويأخذ تعالى وفقيريه ويجريك سرراكي ذلك امر الله ابى امر خدا يعني يريد ما علم من حكم هؤلاء المعتدات يريد زاني ما علم او تشتي قوتي زانين خذ تعالى ارادتك من حكم هؤلاء المعتدات جو حكم باب يدك قد عدادات عدبكن يعني جبيتي مثلا زي بيجي خذي بيت فاضي والمعنى ومن يتق الله
سيما شي قرى يكون كم بالميجا سيما يكون سلامي وان بمن نب حمله فارما وداروشة ويكون بحمله من شي سلامي وان بمن شي مطلقة بن حمله خدين ميكي خدين. والمعنى ومن يتق الله في العمل يقول تقواتي خدا بكيت بكرني دا بما أنزل الله من هذه الأحكام أو ما يقول خدي تعالى شيان يجبان أحكامها أحكام بساعدة وحافظ على الحقوق الواجبة عليه ومحافظة بكير سري حقوقي وخدي سري واجب لازم كريا مما ذكر أو ما يقول خدي تعالى مثلا هذا البحث كريا جيتش من الإسكان ومثلا جي بدي خاني بدي دا وبيديكا جو بردايا مثلا شخيني در نخي وترك الضراري ومثلا زرري ندي دا ايجو زرري بدي دا إذنا وندي جو ورن زرري يعني أدي دريج نكه بلي والنفقة على الحوامل وأو بيركا جو بحملها نفقة بدي دا إدارة ويناكي خوارنا وي بخوارنا وي بدي دا وإيتاء أجر المرضعات أجر جوي بيركي مثلا زاروكا خداني محقي ويشير دا أنا ويناكي جوي زاروكي شير دي حقي مثلا طيب يدا وغير ذلك وش غير فاناكي شيء إذا استوجب تكفير السيئات تخذ تعالى دخي كفارته وقنه ويناكي والأجر العظيم ومكافاته مظن وخير مظن يعني خذ تعالى قنه ويناكي عفو بكي وبقى أحكام خذ يعني والمعنى من يتقي الله استوجب تكفير السيئات والأجر العظيم. أسكنوهن من حيث سكنتم. بيانا التقوى يعني خذ يقول من يتق الله يجعل له من أمره يسرا يعني تقواتي خذيتيا أسكنوهن من حيث سكنتم يعني بابي لك بسكنين تجي قوند سكنين قوند كيجان خانيدنا واجد وخانيا دبيهن من وجدكم لقوري طاقتها والقوري قوتها والقوري حالها ولا تضارهن زرري ندنوان زرري ندنا بابي لك قو مثل وبردانا زرري ندوا لتضيقوا عليهن اجبقوا طنقائية السروان شيكل اجبقوا باز الهرد وإن كنا أولاتي حمل أقربوا أفي لك هاتي بردان خذي حمل بحمله به فأنفقوا عليهن يعني بنفقين السري مثلا خوارنا ويناكي في خوارنا ويناكي بالندا حتى يدعن حملهن حتى أفي لك حمل خذيني فإن أرضعن لكم أقربوا في لك وأزيبين زاروكاتا شير بدن فآتوهن أجورهن حقي ويناكي بالندا وأتمروا بينكم بمعروف ومشاوري بكن دنابا هبدا يعني بهبرا انلشميش ببن بقنجي يعني مثلا او برا زاروكي شيل بدي تجي حقي وبديتا وان تعاثرتم اقربون فقير بن اقربون فقير بنت نكار مثلا نفقه بديدا عفوا سيدا وان تعاثرتم يعني وجه هبرا سقندي درخست يعني ميلو بيرك الهام نكر ميلو بيرك يعني تجيرا قوت ويجي قولنا يعني تجي يعني جنك طلباء اجرتي بك ومالك جي بيجا ولا تيد بدواب ميجيني واشي تعاثرت لا مثلا زيدبوني دا بيلك يقول زهر يازدم قول نويا اذا فسترضعوا له ولا تعاثرتم البيت اي طلب كل منكم ما يعشر على الاخر كان طلب المرأة والأجرة وطلب الزوج يرضعها مجانا فترضعوا له يا وش تبى هو بزلق لا ظلام أوايا هو بزلق جبر السقندية درخن يعني الله مش نبل تمام فسترضع له أخرى وبأفزلامي هنا بيك كديتير قوي زارو كشير بدي ويبحق بيش لينفق ذو ساعة من ساعته وديت ببرا بدي بنفقين السبب بيك قو بردايا ذو ساعة أو يقول حالي يخشى حالي مثل درما يفرها من ساعته جوي زنجينيا خوشوي هبونا خو برا سري بنفقيني ومن قدر عليه رزقه أو يقول مثل رزقي بناكي هندك طنقا فلينفق مما آتاه الله برا أوجي بنفقيني لقوري وي حالي فقيريا خو لا يكلف الله نفسا وذي تعالى بار ناكر لنفسك إلا ما آتاه إلا الغوري قو خدي دا يدا فقيرة والغورا فقيريا خو نفقي بيدك بديم سيجعل الله بعد عسر يسرا وذي تعالى وبقريني تشتي طنقائية والواب اللي بخي فراهي يعني أبزلامها
قولي فقيري أخوان نفقي وي بيلك بده ودي تعالى ويجوي فقيري در خبار تبا بازنجيني با ويجوي طنقاي ويدر خبار فراهي با إمام زمخشري خداشي راضي بتفسير آيات هذا وهذا بيجي أسكنوهن وما بعده أب آيات بيشتوي بيان لما شرط من التقوى يعني بيانا مثلا أبو خدي تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا بيانا ويناك في قوله ومن يتق الله يعني كأنه قيل هر وكي هاتي قوتن كيف نعمل بالتقوى أمي شاوى عمل بكم بالتقوى في شأن المعتدات درما حالي فان بيدكي قد عدادنا فقيل وده هاتا قوتن اشترف خدابا وأسكنوهن قوا بيدكي ها قوونش خده بطرسون تقواتي بكن چبكن وان خانيادا بهلن بردجي خده بهن فإن قلت من حيث سكنتم ما هي أو من حيث دا أو من اتشيا قلت هي من الطبيعية معنى بعضيتها يعني مبعدها محذوف اشتيقو جيتي قطاندن أو شوية حسنين يعني معناه أسكنوهن مكانا من حيث سكنتم يعني وبسكنين دجيكي قوون تيدا تسكنين أو مكان شوية حسبين يعني قوموا بعد يعني أي بعد ما كان سكناكم دهنكي ويجي قوون تيدا تسكنين بابي لكاجي دور دا تسكنين برد يو واخان أنا أوجي كنت سكن بلمكي بالنواجن يا بل يعني ويجي بر أوجي الباوة بيجيكي بالنواجن بلمكي وضاكي بدنكي يعني كقوله تعالى وأمن معنا بعضية شيء وبل يوقف خد تعالى بآيات ده بيغضوا من أبصارهم برزلام جابي خبقرن جديدني يعني نبو معنا يعني هنك زمانة جدي ميزاندنا في لقى جابي خبقرن يعني نبو تمام زمانة جابي خبقرن يعني هنك الزمان وبعد فرد شو من بعضيته من حيث سكنتم شيء أو جي من معنا بعضيته سيدا نجهنكي الزمانة جهنكي ديتنا شعبي خو جهنكي نهيرتنا برا بقرن يعني جا تمام كو شعبي خو اوسا بقرن جباني اوه چوا جبر دهارن اوه چوا برخو ببینن ها برا شعبي خو جهنكي نهيرتنا مثلا بيركا نظر حرام برا بقرن ها بعد أبصارهم يعني في بعض الأزمنة في بعض الأزمنة في بعض الأزمنة؟ لأنه ليس عليهم غض البصر أبدا. يعني طبعا يعني هنكي الزمان هذا يعني هنكي نهيرتنا هذا وان نهيرتنا. هنكي الزمان وقتها يعني. لو ما سد ما يجعل يعني وقت يقول بيرك كتنا قارشي واندا. يعني وقتها نهيرتنا حرام بخوجي. قال قد هذا قلتي خديجة رازي قلتي إن لم يكن إلا بيت واحد أجر أقسلامي ببيلك خبردايا غير مالك جيرتنا قلتي فأسكنها في بعض جوانبه برميجي بخي هنكي جي هنكي طرفك ومالتها يعني بخي أودك كده أودك قلجيكي سيدا بلي كوشكي يا أودك فإن قلت فقوله من وجدكم وخذ تعالى قلتي مثل قولي طاقة وقوة وحالوة قلت هو عطف بيان لقوله من حيث سكنتم يعني عطف بيانا جبي آياتا من حيث سكنتم وتفسير لكم وتفسيراويا يعني وقت يقولون سكنن من وجدكم من قولي طاقة وقولي أسكنهن من حيث سكنتم بدلش في شويجيكم سكنن كي من وجدكم طاقة يعني قوة يعني إمكانه هروكي مثلا هالواتي قلت يعني أسكنوهن مكانا من مسكنكم مما تطيقونه يعني وبسكن للباقي لك هذا جيكي جوان جي خدا مما تطيقونه يقول طاقته وهي والوجد الوسع والطاقة معنى حاليته درماته وطاقته قوتته وقرئ بالحركات الثلاث وجدو وجدا وجدي بهرسي حركاتها شيء حتى يقول والسكنة من وجدكم من وجدكم من وجدكم يعني سر واوي نقل شر ضالي سر نقول تقول وجدوا وجدوا عليه بني
يعني بي أو كابي بكم. والسكنة والنفقة واجبتان لكل مطلقة. خاني سكنانات خينيدا ومسا أو زلام بيدك خط خينيدا بسكنيني والنفقة ونفقي بدي أب واجبتان واجبة لكل مطلقة. شقة إيجو بيدك غوري بردان خاني ونفقة واجبة جدا. وعند مالك والشافعي ليس للمبتوتة. إمام مالك وإمام الشافعي قلتي أو بيدك قلنا قطعي بسي طلاقة هاتية بردان النجمة. نه يعني نفقه جويرة تناج مبتوتة تنه إلا السكنة الطلاق ترتيبة يعني رجعت لها تنية جويرة صادجة سكنها هي ولا نفقة جرت بلي يعني مثلا يكي بيركا خب هرسي طلاقة برداية طلاق بتي قطعي وهي رجعيتي دنينين طلاق باينة برداية. الإمام الشافعي قلت صادق خاني ببدي دا للنفقة لازم. وعن الحسن وحماد حسن وحماد قلت لا نفقة لها ولا قلت إن النفقة جوي بيركا وبهرسي طلاق قطعي هاتية بردان ونخاني هي. شما لحديث فاطمة بنت قيس جبوا حديث فاطمة قيسرة قلت أن زوجها أبت طلاقها ميري وناك بحرس طلاقة قطعي برداية فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكن لك ولا نفقتها. فاطمة قلتيها إن خاني قو بسلامي تبتت حقيقتنا ولا نفقتها ونين قلت فديك نفقة جديدة. وعن عمر رضي الله عنه إمام عمر قلت لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة قلت أمتركناكن كتاب ربي خو سنة بيغمبري خو لقول امرأة جبو قلتنا بيلكك ولعلها نسيت بلكي وي بيلكي تشكريا جبيل كريا أو شبه لها أبشتغاليها قلتيا غير الشبهات تشبيه تيبويا يعني قلت حديث فاطمة بنت قيس زوجها أبت طلاقها بهمجر قلت لا سكن لك ولا نفقته يعني أبي قلتنا وكنا مسجد نسبة طيبة بيغمبر قلتنا بشي قلتنا يعني شو قلتنا قرآني امتلك قرآن سنة رسولنا. شنو بمن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مش بيغمبر خدي بهيستيا من ساعة كريا أو بيلكا قو بحرسي طلاقي قطعي جهاتي بردان لها السكنة والنفقة. وجويرة حقيقي نيجي هيا وحقيقي ذكرني جي هيا نفقة جي هيا. ولا تضاروهن يعني ولا تستعملوا معهن استعمال لكن قلبان في لك هاناك الضرارة تشتي ضرري يعني بحد حقي واحد لكن يعني الزرار الندنوان زرار الندنوانا ندنوانا لتضيقوا عليهن جبوهم طنقائية للسروا بيدك شيء بكن في المسكن دخيليدا سكنيدا ببعض الأسباب جهنك سببا من إنزال من لا يوافقهن مثلا إيجو أو بيدك نموافقها من جب حسناكن كيف وجبرناي وإذنا وبدي قورنا وجه ياجي أو يشغل مكانهن ياجو مشغول بكن جيواناكي إنك إنسان يقول الحسابي وايا أو غير ذلك وياج غير فاناكي ومثلا زي بيجم بلا خلي بخير وتناجي ربيجي حتى تضطروهن إلى الخروج حتى قون ومجبور بكن ودرك من شخيني. وقيل قلتنا هو أن يراجعها إذا بقي من عدتها يومان. قلتي قون طنقاية سرواتشي بكن وزرري بدنوان أبا هو أن يراجعها وزلام بقري ببال مسا تلاقي رجعي بلقا خجاك دي بقري نبال خضا إذا بقي من عدتها يومان وقت تجي عدي بلقي دروجمان مثلا رابي جارك دي بلقي بقري نبال نكاح خضا ليضيق عليها أمرها جبوقو عيشي وزور بكي عدي بيد نجبي وقت جالت إذا يعني وصلت كرنا وان كرنا عداد ما دروجي وان عدي وان بقدر جار كده وان جريد آنين باخو جار كده وان بردان آبوي نواي أو كل يعني تعديل بيركات كرن خدا في وصلنا كنا قصدا ولود كرن جبوقو يكسر ماله وقيل قلت أن يلجئها إلا أن تفتتي منه
يا وي بيلكي مجبور دكي جبوغو مثلا زي بيجم زلام في ديجي بستيني يعني بيجي هرا هالقاس مال بينها زي تبر او قمال بيننا مثلا سيدا هو بيجي يعني مجبوري كوي بكاب كوي زورلاmış كده سكنها خاني ده في حاله درنا قاعد كرياتب هاتش مثال كرياتب المدرسه حقيقه المدرسه نانا مثلا زورم تعدي وصلت كي تعدي للكي اما مجبور دبت راتبه مع مصر اخو هنكي دبره دبي ما يتركي مبرده بالضبط هذه الطلاق مهر قضيه ما تشتي هذا النوع يعني مجبور بينا حق السكنيه يا دبيكي بيزورلاmış كده بحق خانيته زلام بيلك بستيني لا مثلا بيلك زلام بستيني يعني فإن قلت فإذا كانت كل مطلقة عندكم تجب لها النفقة بأجر قلت بيجي وقت زمانك وهي تشقى بيلك قلتي بردان لباوا بواجب النفقيوي فما فائدة الشرط في قوله وإن كن ولاتي حمل فأنفقوا عليهن وخذ تعالى قلت أجر أبيلك قلت بحمليا النفقيوي بدا يعني مثلا فائدة بيتشيا قلت إمام زمخشري خدا جد بيزيد فائدة أبا فائدته أن مدة الحمل فائدة مدة زمان حمله ربما طالت قال جارا مثلا دريج به أنا هناك مثلا زي بيجم حتى 4 سالاجي مثلا بيلك بحمل دميني فظن ظان إذا تغمين دكي ظن دكي يكي ظن دكي أن النفقة تسقط إذا مدى مقدار عدة الحائل وقت يقول مثلا زي بيجم نفقة تيقود كرن زمان يقول درباس بقدر عدي حملي يعني النفقة سرد رابي حال يعني أبي حملة سيمها ويأخذ بيش قاندي شيء قروها عدي درباس بأن نفقة لازم تشكي شكتنا إذا فنفى ذلك الوهم قد تعالى بآية وإن كنا أولاتي حمل فأنفقوا عليهن ها وهم هانا أفزناها راكب يعني كل مدة أقرأها بقى دجي جري بحملها دوام بك حملاوي لنفقير فإن قلت فما تقول في الحامل المتوفى عنها أجر قلت بيجي تشد بيجي تحقيوي بيلك هو بحملية وزلامي وفاة كليمرية قلت بأزيب بيجم مختلف فيها أبقونيكي اختلاف فيها اختلاف لدهاتي كرن فأكثرهم زحف عالمة على أنه لا نفقة لها وتبي لك بحملية وإسلامية مر نفقة جيرانينا كما لوقوع الإجماع على أن من أجبر الرجل على النفقة عليه من امرأة أو ولد صغير لا يجب أن ينفق عليه من ماله بعد موته جبوكو مثلا تشيبونا إجماعي للسر على أن من أجبر الرجل أو يقول مثلا جبر الزلام بو زوراوي الزور لي وري كريم بالنفقة بدي بيلاكي بدي بيلاكي يا بدي وزاروكي بتشوف أم لا يجب نواجب أن ينفق عليه من ماله بعد موته تشتي بو زلام مر نلازم أقول جمالي ويناكي نفقي بيلاكي وزاروكي بدي يعني وجب نفقة بحياته حياته ويجب نفقة فقط يعني يقول ساقة مجبور يقول مر ما يعني كيري فن كاري هاو كاري وريوش كيري ويرن فكذلك الحامل يكاب حملش عن الليل وعن علي وعبد الله وجماعة فاناكي قوتيا أنهم أوجبوا نفقتها قوتيا بيش مدن يجي يكا قوب حملة بيقو بمري ديسا لازم نفقي ويبيلكي وريدان جمالي بإسلامي فإن أرضعنا لكم أجر بيبيلكا قوهات بردان وبحملة وحمل خداني زاروكا وشيلدا يعني هؤلاء المطلقات أبابو هاتي بردان إن أرضعنا لكم ولدا بوشير بدي جورا زاروكاوا من غيرهن ونجوايا ياجي أو منهن ياجي جوايا يعني جيا يعني زلامة يا نجزلامة بعد انقطاع اسمة الزوجية إن أرضعنا لكم ولدا أو ولد من غيرهن شو ولد نجوان جنابه جنكات نكابه أو منهن يعني جوان جنابه بعد انقطاع اسمة الزوجية بشكل الديوة قديا أجاب الشير بدا فآتوهن أجورا
فآتوهن أجورهن وتتعالى بمحق وابدنوا يعني حكمهن بله حكم وابدك بقونية ده حكم الآذاري وكو حكم وابدك بحق زاروك الشيد ستنسي ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم الاستئجار ندرس جمع إمام حنيفي وهبالي ويتبا ومسألة الإجرة وزاروك الشيد كان ندرس إذا كان الولد منهن وقت زاروك ويبدك جوابي ما لم يبن أما أتاقو يبن يعني باينة نبو باينة والنبي باينة بحسي طلاقة نبي بلد يعني هي الرجعي بك ويجوز عند الشافعي أما الجمع إمام الشافعي قلت يا درستا وقو حقيقي بيجا وأتمروا بينكم الائتمار بمعنى التآمر يعني بخد تعالى بأن لشميش ببن بهاف بشي ورن بمعنى تأمره وكو اشتواره بمعنى تشاوره يقال ائتمر القوم بقوم شيودي وتآمروا يعني بقهانا هبدو أن لشميش إذا أمر بعضهم بعضا يعني معناه هن شوان أمريه هناك تشتكي بك يعني بيجي تهالو بك يا بيعيشي بك والمعنى معنى آيته يعني وليأمر بعضكم بعضا بل هناك جوا أمره هناك والخطاب يعني خطابه خديت بردا للآباء والأمهات جبابا وديارها برا أمر بكن جيتشي بمعروفين يعني بجميل يعني بقنجي وهو المسامحة وباشية وأن لا يماكس الأب ومثلا أباك منع نبي وبيجي أثناء الامتحانين بدأ بالسكنين ولا تعاسر الأم سيدة يماكس يعني بمعنى طماعية بك يعني مكس معناه مثلا طماطية عيني من أبا تركي جنير يعني بمعنى أوكي بمعنى يعني باب برا أوك نكا باب برا جملتية نكي بلد يعني لا تعاصر الأم برا مثلا زي بيجي زيد الفرائض زنجينية نكا يعني برا باب جملتية نكي وبرا ديجي طماطية نكي يعني لأن ولدهما معا شنكو زاروكي بيدي وفي بابي تبدل جبولو برا باب جملتية بكي وبرا دي طماطية بكي وهما شريكان في أو هردو دوا نزاروكي ده شريك وطاق وفي وجوب الإشفاق عليه ودواجبونا وهردو شفقتي لسر وزاروكي بكي ربيع عالمي النصيحة طالوان دك دويشي خب دن سريخ أفصبي جوية ما برا عكسي نكن وصل بيجي ربي عالمي بني وإن تعاثرتم أجر قوفي بيدك هناكي قلنا تشتي زي دخستن فسترضع له أخرى هنجي سلام ورابي بيدك كدي تلقوا زارو بيدك دجرة سير بيدك دجرة أزولان نكو بيدك مني وإن تعاصرتم جباي مشاركية يعني ميرو جن تاج هبرا زور لغيه در قصد يعني الله شبيش يبنبون الله شبيش يبنبون نو تشاغي يعني زلام طماطيك وبيدك يجي سيدا مثلا خست تمام هردو شيء نبو الله شما نبو تمام فستوجد نجي مثلا ببين ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعه ولا تعوز يعني محتاج جناب مرضعة بيلك كديب شيبد غير الأم ترضعه مثلا تشون قريان بيلك دي نديت أزولان بيلك دياوي مجبورة وزاروك شيبد عفوا أزولان من فستوجد أو بيلك دن ولديد من فسترضع له أخرى يعني فستوجد أما دحالك ولا تعوز مرضعة خير الأم ترضعها بيلك قادنه غير دياوي كنادي تنين با مثلا كو بيلك دنجي غير دياوي پیدر کردن و تنه بش خود دیاوی مجبوره و شیر بده و صبی بمره مثلا تفیده کدی گوی زارو که شیر بده ندیده مجبوره دیاوی شیر ازولان بني فستوجدوا يعني مثلا او تفسيرها فسترضع له اخرى
يعني هو بيرك قادني شير بديكي يعني فستوجد اي بلون مش بقى اما ده حالك ولا تعوز مرضعات خير الام ترضيو يعني كو بيرك قادني ني بيدر كرنج خير دياوي نيم بها بلى. وفيه طرف من معاتبة الأم على المعاصرة يعني دبي آيات دا طرفك وخذ تعالى عتابه لديتك والسر مثلا طماطيبك لسر وين زور لغيا كدر دخا دشير دانا صبيدا يا قدر تخي وسوي طماطيا قدكي وبس زيدنا مالي كما تقول لمن تستخديه حاجة مثلا بيتشوا تدبيجي جيكي احتياجات بيك بيني فيتوانى او جو خشستك مثلا جراندك تمام اذا تدير تشد بيجي بس يقضيها غيرك ورا تبيعي شيء من هناك وهيك يبكي يعني رسالة تاني نموية يعني نقوة التانية أزنا مجبورية تما يعني وقتها النبي كي يبكي عينوس يعني تريد قصدك لمن لم تبقى غير مقضية وأنت ملوم يعني نينا تنقو بيعي شيء بكي وفيجا تبقى لو مال مبكي تبقى غير مقضية تخوى قران بكي وقوله له عفوا أبي عجل لك تقول شو تصبح تريد يعني بيبي قوتنا قوتو شيء إرادتك لن تبقى غير مقضية وأنت ملوم يعني نامي قلت في تاني بيعي شي بكي وقلت له ما بكي يعني شغيلي تجي هنا كديك وبكر هنا وصي معنوي از أواضح معنوي سيدي ملوي سجوية يعني لن تبقى غير مقضية يعني كنت احتياجي مبجي نايني تي اصلا او نميني او يعني بني يعني كنت في احتياجي بجي نايني تي او نميني وهيك بيجي بينا يعني معنى فيه وانت ملوم انت اواجرات بيت حاولوا كوني داش كنت له مالك يعني سيدا لو ما بيك احتاج تنقد احتياجي لو ما بيك لو ما تبين يبي لا ما هات احتياجي باطل كما لا انسان متنقد بله يعني وي انسان لو ميلك لا نعم وقوله له يعني ومن يجعل له أي للأبي يعني خذ تعالى ويبكر إن جبابي وي إنساني لا أي سيجد الأب غير معاصرة تودع له ويتي ببيني بابكي بندر ما نفقير به بمسألة بزاروكي شيري يعني سيجد الأب موجود غير معاصر يكاكو زولغي درناخر يكاكو مثلا زيد النخوازي ويكاكو مثلا حق زيد النخوازي ترضع له ولده وزاروكي شيري يا ببابي إن عاصرته أمه أجر قدياوي زولغي درخي لينفق كل واحد من الموسر والمعسر خذ تعالى ببرب من نفقيني هاي يكي تشيز دنكين فقير ما بلغه وسعه تشتغو طاقته وقوته ويدكيته الغوري حالي خا زنجين غورا زنجيني فقير غورا فقيري برن فقير بيركا برداي بدي يعني يريد ما أمر به من الإنفاق على المطلقات أو ما يقول خذ تعالى أمر كليج نفقان دنا سد يكي هاتنا بردان والمرضعات وأبي جزاروك الشير ددن يعني إنسان كي حالي يخش به برا تام أجرته بديدا جورا حالي خا يكي جو فقير بيجي جورا هبونا خو بديدا كما قال وشاخذ تعالى آيات كده ومتعوهن على الموسع قدره قلت مصرفها ويناك لسر إيجو حالي يخش جورا قدر ويناك وعلى المقتري ولسر إيجو فقير يجي قدره أو جي جورا حالي ويناك وقرئ لينفق بالنصب من لينفق مبجزميخون امر وفتحي بالنصبيجي هاتيخون يعني اي شرط النبي خذ تعالى بمدانية حكمها لينفق جبون سروا بالنفقين وقرأ ابن ابي عبلة قديرا ويبشكي خنديا سيجعل الله موعد لفقراء ذلك الوقت خذ تعالى وبقرين أفسو زكاش فقيري وزماني را بفتح أبواب الرزق وخذ تعالى وجوار الدرية رزق بكي عليهم لسرواناك يعني قو بدن وخذ تعالى درية رزق سروا فرهكي ياجي أو لفقراء الأزواج ميري فقيرة يقول مثلا بيريك خذ بدن وفقيرة أبو وعدك خذ تعالى جوار يعني إن أنفقوا ما قدروا عليه اگر گو بنفقین الگوری گو قوتا و سری هیا
ولم يقصروا كماسي النخنة دا ويأخذ تعالى عز وجل تشكي وفراهي جوارا تشكي ما قدروا عليه سيدا بله ما قدروا سيدا ما قدروا عبارة تمام القرآن الكريم ده خدا دبي كي اگر بیرکی کون بردن دایی مجودو بقتن سبیه وان هبن نفخه وان سبیه اوته وان حتى الحق جنكي جي وهن بدن دبي إيرو إسا مري تركا جنكي دكا وسبيا يدسي ودا ديلا ونفقا مفقا يديا بشي يوم ودارا وهاي دارا شكوت شاجين جيتنا وسبيا يستي جنكي لا سيدا أو بلي سيدا أو بلي وأنا نوصل يا إيرو سيدا إيرو نوصل برد دب تلاقي باينة وحف صلاة 10 طلاجي 15 صلاة نفقت يا نا سيدا ولا تدن سيدا نا سيدا yanlış ya المغفور دي إيش برنا نا سيدا تركي ده صورنا كا